في كل مجلس نجدي العود له طقوسه وسوالفه، بس كثير يسألوني ليش ريحة العود ما تثبت، وش السر؟ وأنا أقول لهم طيبك من طريقتك. السر مو بس في العود، السر في كيف تتعامل معاه، كيف تخزنه وكيف تشعل جمرته وكيف تتركه يفوح على راحته. أول شيء لا تحط العود على نار مولعة، حطه على الجمر الهادي تكون حرارته موزونة. الجمر الهادي يترك العود يفوح على مهله، ما يحرقه ولا يضيع زين ريحته. ثاني شيء المكان مهم، لو تبخرت في غرفة مفتوحة الريحة تطير مع الهواء، بس لو في مجلس هادي ومقفل أخذ العود راحته وفاح على مهله. العود يا وليدي ما يصلح له العجلة، يبي له سكون وجلسة رايقة علشان يبان زينة ويترك له طيبة. ثالث شيء الثوب، إذا معطر وجد طغى على ريحة العود، وخلى الثوب نظيف من العطور علشان العود يلقى له مكان يثبت فيه وريحته تثبت معك طول اليوم. العود يبي له وقت وصدر وسيع تدلله شوي ويعطيك طيب ما تنساه. أنا شايب العود وسوالفي كلها طيب. نشوفكم في الحلقة الجاية. طبتم وطاف لكم.